السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة هتكلم على حلقة مهمة جدا. كتير قوي بيسألوني وبيبقوا قلقانين ان من الخيانة الزوجية، قلقانين ان جوزها ممكن يتجوز عليها او ممكن جوزها يخونها. في رموز كتير قوي بتدل على ان الزوج ممكن يتجوز عليكي، او رموز تدل على الخيانة الزوجية. وطبعا تبع سياق الرؤية. سياق الرؤية بتبقى لها مهمة جدا، بتدل على تفسير الرؤية بالظبط. انا هذكر منها كام رمز علشان الناس اللي قلقانه اللي بتبعتلي على الخاص وبتقول انا حلمت ان جوزي بيتجوز عليا، او حلمت ان جوزي بيبص على واحده معجب بيها. او لا، ده حلم نفس. لو حسيتي ان جوزك بيبص على واحده معجب بيها انت ممكن تكوني غيوره قوي، وحلم الشيطان قاعد يلعب في دماغك ويوسوس لك علشان يعمل مشكله وفتنه ما بينكم. لو شفتي ان جوزك بيتجوز عليكي، دي بتدل اما انك انتي منتظرة حمل وهتجيبي بنوتة، او في مشروع حلو داخل لجوزك، او رزق جاي لجوزك. مش كل حاجة كده نقول ده جوزي هيتجوز عليا. في رموز ورسائل ربنا بيبعتها لنا تنور بصيرتنا، تقول لنا الحقوا. الكلام ده للزوج او للزوج. الحقي، زوجك بيخونك في الرؤية. هبعتلك رمز، ربنا يبعتلك رمز ان جوزك هيتجوز عليكي، او جوزك هيخونك، او زوجتك بتخونك. الرؤى ديت يا جماعة ما نستهترش بيها، ولازم نركز عليها. يعني سبحان الله، علم الرؤى ده بحر كبير قوي. لو الزوجة مثلا حلمت ان جوزها شافته ماشي بيعرج، لما تشوفه ماشي بيعرج اعرفي ان حاله مش مظبوط، حاله مايل، حاله عايز يتظبط. ركزي معاه، شوفي ايه في حاجة عنده ماشي بيعرج، يعني حال مش متظبط. اما اموره تصرفاته غلط، اما ان ماشي غلط. كمان رؤية ان زوجك، شفتي زوجك ان هو بيشتري مصحف وانتي يعني في مصحف كمان، يعني شفت المصحفين. شفت ان هو بيشتري مصحف زيادة، اعرفي ان ده زواج على سنة الله ورسوله. شفتي رؤية انه بيكتب كتاب وكتب فيه الاسم، ذكر فيه اسم حد معين. انت ممكن تكوني فاكراه او مش فاكراه، المهم صاحية من النوم شفتي الاسم بس مش فاكرة الاسم ايه. ده بيدل على زواج برضو. آه، شفتي مثلا من الرمز الرابع، شفتي رؤية مثلا ان جوزك ماسك مية وبيروي الزرع، والزرع ده غير زرعه، بيروي زرع غير زرعه. يعني ده بيدل على زواج، او بيكفل وبيصرف على واحدة، وفي الغالب بيدل على زواج. شفتي مثلا رؤية ان الباب وتصحي من النوم مستغربة، يعني ايه اشوف الباب بابين؟ شفتي مثلا باب الشقة فيه بابين، طب دي رسالة انت هتصحي من النوم مستغربة، يعني ايه انا شفت بابين؟ لا، ربنا بيقول لك خلي بالك بابين ده، اعرفي ان جوزك هيبقى لك شريك في واحدة تانية، وده زواج لزوجك. شفتي ان عربية زوجك اتسرقت. العربية بتبقى سيرة ومسيرة، ان في واحدة بتخطف جوزك. طبعا على حسب برضو سياق الرؤية، ممكن مشروع يفشل، بس لو اتكررت رؤية زي دي. سرقة السيارة بتبقى سيرة ومسيرة وحياة. شفتي العربية اتسرقت، في حياة تقف في حياتك، الحياة دي تخص الزوج. شفتي بقى قطة داخلة في غرفة النوم على سريرك. شفتي قطة، ده انا بتكلم عن المتزوجة. قطة في أوضة سريرك، اعرفي ان في واحدة بتشارك زوجك وانتي عارفاها، وجواز لزوجك. من الرؤى التانية المهمة انك انت تشوفي فارة. لو شفتي فارة في أوضة النوم او تحت السرير او على السرير، اعرفي ان في امرأة فاسقة بتحوم حوالين جوزك، امرأة سيئة السمعة بتحوم حوالين جوزك. فانتبهي وشوفي مين اللي قريب، او انتبهي لزوجك وحاولي تشوفي ايه، وتحاولي تلحقي جوزك وتحاولي تحوطي عليه. طبعا من الرؤى المهمة جدا وواضحة والكل عارفها، انك انتي شفتي تعبان على سريرك، او الزوج شاف تعبان على سريره.
ده بيدل على الزواج أو بتدل على الخيانة الزوجية. رؤية غراب في غرفة النوم، الغراب هنا بيدل على رجل في غرفة النوم، بيدل على ان في خيانة زوجية او ان الرجل في رجل خبيث بيحاول يحوم حوالين الزوجة. كمان لو شفتي حداية، شفتها في البيت، بتدل على ايه؟ على امرأة فاسقة بتحاول تخرب بيتك، امرأة دخلت بيتك وبتحاول تخربه ويحصل طلاق، فتركزي وتخلي بالك وتنتبهي. شفتي زوجك ان هو بينوي السفر وبيعد عدة السفر، جايب شنطة وبيلم هدومه وعايز يسافر، ده بيدل على استعداد لزواج من امرأة اخرى، فانتبهي برضو. رؤى بتيجي رسالة يا جماعة ما تستهتروش بيها. شفتي بنطلون او ملابس داخلية بتاعت زوجك مع امرأة اخرى، اعرفي ان في امرأة بتشارك زوجك، تدل على زواج. في رموز كتيرة دي اللي انا ذكرتها، في رموز كتير برضو بتدل على الخيانة الزوجية. فيا جماعة ما تستهتروش بأي رؤية أو رسالة ربنا بيبعتها لنا، ننتبه لحالنا. وأي حد عنده رؤية ومحتار في تفسيرها يكتبها أسفل الفيديو وإن شاء الله هنفسرها له، وهكمل لكم بقية رموز الخيانة الزوجية ورموز إن الزوج ممكن ينوي الزواج بامرأة أخرى. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.